يا سيدي ما تفصلش بين البروتين والنشويات، ده انت قفوش جدا. مش عارف تفصل بين البروتين والنشويات لأي سبب ما، تعال أقولك المدرسة اللي بتقول لو ما فصلناش بين البروتين والنشويات هنفطر ازاي. هنبتدي بالترتيب بتاعنا العادي جدا، ان احنا هنشرب مية مع تمر مع اللبن بتاعنا، هنروح نصلي، هيفوت 10 دقايق، بعدين نقعد على السفرة ناكل. أول حاجة هنبتدي بطبق شوربة صغير، تمام، ونحاول نخليها قليلة الدسم شوية. وبعدين هناخد طبق الخضار بتاعنا، طبق الخضار سواء سلطة سواء خضار مطبوخ. بعد كده هنبتدي ناخد البروتين وناخد بعدين النشويات. فبالتالي انت هتقنن كمياتك لوحدك لانك مليت البطن بالمية والسوائل والخضار. ايا كان المدرسة اللي هتختارها فانت بتختارها بناء على تجربتك الخاصة، مفيش حاجة عامة على الكل. فلو انا جربت المدرسة اللي بتفصل بين البروتين والنشويات وكنت مرتاحة وبطني كويسة، خلاص هكمل عليها. لو انا ما لقيتش نفسي مرتاحة ومش عارف افصل اي اسباب ما، بدي بالمدرسة الاولى اللي هي ما بتفصلش بينهم، واخد بالترتيب اللي احنا قلنا عليه وهقنن كمياتي. كنت معاكم دكتورة اسماء فرحات، اخصائية التغذية العلاجية للسمنة والنحافة، وانتوا تشوفوني في نشرة اخبار الدايت.